ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه. اعمل لايك للفيديو ده، واول مره تشوفيني اشتركي في القناه عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بنزله. زي ما انتم عارفين طبعا انا كنت عامله الاوضه والكلام ده، في حاجات ناقصه لسه ما جاتش، فمش هسيب الاوضه كده مكركبه طبعا، فقلت افرشها معاكم بقى ونشوف. تعالي الفرش بتاعي يبقى عامل ازاي وشكله ازاي، يعني علشان بصوا قاعده لازم قلت اكملها وكده. ف ناقصه دي بس، وناقصه هنا البف، في شويه حاجات كده ناقصين انا قلت لكم عليهم في الفيديوهات اللي فاتت. فتعال بقى نفرش على كده ونشوف بقى بعد ما يجي واخلص الشقه كلها اعمل لكم جوله في الاوضه هنا والاوضه بتاعت الولاد. فتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع بعض دلوقتي في الفيديو ده ان شاء الله. يلا. وبكده دخلنا في الجد. تعالوا بقى كده كده بصوا، همسك الأوضة دي هغيرها خليها حاجة تانية خالص. هنبدأ بقى من دلوقتي، تمام؟ يلا يلا بينا. بصوا بقى عشان في ناس بتتضايق من كلمة بصوا دي، بس خلاص بقى اتعودت عليها مش عارفة انساها. همسك الأوضة كده هكنسها بقى، وهي طبعا متنضفة ومتنفضة وبصوا رايقة على الآخر من جوه. الدولاب متروق والتسريحة متروقة، فاضلة حاجات بسيطة بس كده عشان الأوضة تتفرش. بمناسبة الفرش يعني طبعا ايام امتحانات انتوا عارفين طبعا انا مبخرجش مبروحش اي حتة عشان مش عارفة اروح، علشان امتحانات ومذاكرة وضغط وكده. خلاص. وبعدين عايزة اشتري لها اصلا سجاد للأوضة، لاني ما عنديش سجاد على قد المساحة دي، فعايزة اقيس كده واجيب حاجة بقى. عايزة اجيب حاجة كده مميزة حلوة، في نفس الوقت الوانها هاديه كده وبسيطه وتليق على الاوضه. خلاص. فمستنيه اروح كده كذا مكان واتفرج على كذا حاجه، فهياخد مني وقت. فقلت لا، الدنيا برد وكده ولازم اروق الاوضه علشان احس بيها كده وافرح بيها. وبعدين برضو زي ما انتوا شفتوا البانكيت ده لسه مكملش، في جزء ناقص منه اللي هو الضلفة دي اللي بتتغطى بيها، لاني بعد ما جه هنا لقيت دي درجة ودي درجة اللي هو الكابوتينيه نفسه، فعشان كده انا اديتهوله قلت له اعملهولي نفس الدرجة دي، فقال لي تمام وهيعمل لي كمان البف. فلسه في شوية حاجات كده هتتعمل، فانا هوريكم كل حاجة طبعا بالتفاصيل زي ما انتوا متعودين معايا. خلاص. بس قلت كده اروق الأوضة وفي نفس الوقت انضفها، وهفرش كده ملاية معاكم جديدة، واوريكم بقى حاجة جديدة اول مرة اعملها معاكم النهاردة في روتين النهاردة. حلو جدا ومميز كده، ونشوف بقى شكل الأوضة بقى عامل ازاي وايه الترتيبات اللي انا اعملها فيها. ومتحمسة كده وتشجعي، مش لازم تكوني جايبة حاجة جديدة طبعا. انا تعبت عقبال ما جبت الأوضة دي و... وربنا عطهاني الحمد لله، فربنا يعوضكم خير يا رب وتحققوا كل اللي نفسكم فيه وبتتمنوه. شكرا للناس اللي كتبت لي في الفيديو اللي فات، بجد يعني انتوا احسن اخوات في الدنيا، بجد والله العظيم. يعني بص، يعني انا اصلا في طبعي وحيدة كده ما اعرفش، بس بحس ان انتوا اخواتي بجد والله العظيم، وبصوا قريبين ليا ومن قلبي، ومش عارفة اقول لكم ايه، وبجد مش عارفة اشكركم ازاي، لانه بصراحة كلام بس مش قليل عليكم. فربنا يخليكم لي احلى ناس في الدنيا. المهم بص، انا لمعت كده الارض مسحتها طبعا، مش كوب ميه ولا بتاع اللي احنا كنا بنعمله ده، لا طبعا الاوضه لسه جديده فلازم اتكع شويه في الحته دي، ان انا طبعا مش هينفع احط ميه على الارض كتير، لان زي ما انتم شايفين الدولاب على الارض والسرير وكل حاجه على الارض. خلاص. فبص دي وانا عروسه شكل مختلف تماما، بس الصوره كمان مطربه والكلام ده، عايزه تلمع، فمش عارفه اعلقها فين اصلا، وطلعتها بره. كل دي براويز وحاجات كده. كمان عايزه المع الجزء ده اللي تحت الشماعه، فطلعت كل البراويز دي لاني هيجي لها يوم كده علقها معاكم برضو، هوريكم الصور دي كمان. دي صور يعني لما جيت عزلت من الشقه التانية لهنا، فكنت شايلاها فطلعتها طبعا لما جيت رتبت الاوضه ونظمتها وكده، فلقيتها ركنتها بقى على جنب، وقلت ابقى اعلقها مع الوقت. خلاص. كمان برضو مسكت كده امسح بقى بين التسريحه في بف كده. انا عملت بف ليه ما عملتش كرسي؟ في ناس سالتني كنت خليتي كرسي اللي هو بتاع المكتب ده هنا، هو ينفع مش هيقول لا، والبف ممكن هناك ابدل، بس انا اخترت الكرسي على البف اقصد في اوضه النوم عشان يدخل في التسريحه،
انا بس حاطه كرسي هنا مؤقتا عشان يعني بستخدمه كتير خلاص. ولسه الاوضه التانية كمان ما فرشتهاش زي ما انتوا عارفين، في اوضه ولاد طبعا انا مستغلاها بيناموا فيها وهدومهم فيها والحاجات دي. مستنيه بقى افرش الاوضه اللي بتاعت الجديده، لاني ناقصها شماعات، فده اللي موقفني بصراحه. فمش عارفه، بفكر، مش عارفه اعمل ايه بصراحه، فمستنيه. فبص الأوضة، بص برضو الناس سألتني الحز بتاع السرير من تحت لونه خشبي، علشان ال فيها خشبي، اللون الخشبي، عارفين اللون البني ده معرفش، هو درجاته كتيرة جدا. فانا حاولت زي ما انتوا شايفين الباب بتاع الروف وبتاع اوضه النوم نفس الدرجه بتاعه اوضه النوم اللي انا عاملاها خلاص. وباب الاوضه الرئيسي بتاع الاوضه اللي هو واخد الاوضه والحمام وكده برضو نفس اللون، عامله لون البيبان كلها نفس اللون بتاع الاوض، نفس اللون الخشبي ده. يعني بصراحه بحس ان هو فاتح كده مش غامق قوي، واللون حلو نفسه. بصوا هنا برضو مساحه الطرقه دي كلها، وكمان هاخد معايا الحمام بالمره بتاع الاوضه عشان ما اجي اقفل الاوضه كده تبقى نظيفه معايا وزي الفل. همسح الطرقه دي لاني بصوا احط اي منظف ولمع بيه امسحي بيه. بس لمعت كده ومسحت والدنيا طبعا نظيفه، كنست الاول ولميتهم في الجاروف والكلام ده، فالدنيا بتبقى نظيفه معاكي ما فيهاش حاجه. وعندي السيراميك حلو يعني بينضف بسرعه. هو ابيض على فكره، لو اقل بصوا يعني شايفين الخطوط دي لو شعرايه كده بتبان فيه، فبصراحه بيعجبني في كده اللي هو بيخليني ايدي فيه على طول عشان يبان نظيف. فهمتوني؟ بس لما عدها كده ونضفت الدنيا طبعا هشغل المروحه، بس شغلتها وسبتها كده الاوضه تنشف، علشان بقى احط معاكم ملايه دلوقتي واحط معاكم كفر للحاف. بصوا هندلع الاوضه اخر دلع، استنوا عليا بس. دخلت بقى هنا طبعا مارسيلين كان واخد دش، لازم ياخده بالعابه، ولقيت الالعاب بعد ما كنت اطلعها بره لقيتها مليانه ميه، مش هينفع تطلع بره، هيبهدل الدنيا طبعا ميه على السجاد بره، فانا مش عايزه اوسخ يعني الدنيا بره. فركنتهم له كده على القعده، هغسل بس البانيو وانضفه لان هو كان واخد فيه دش. فلازم لما ياخد دش ياخد الالعاب معاه، معرفش ايه المشكله في ان الالعاب دي لازم تبقى معاه كده، معرفش ابني بس ولا كل الولاد، بس انا ولادي كلهم كانوا بيعملوا كده. يعني الكبير بس بطلوا دلوقتي، الكبار بطلوا يعني يعملوا كده، بس كانوا بيعملوا كده لازم يحطوا العاب وفي الصيف اكتر بيطولوا يعني، وبيصحوا يقعدوا يلعبوا عاملين بيسين جوه مسكت كده السلكة وجبت ايه حبة منظف، وبدأت ان انا اغسل البانيو بحيث ان انضفه كده مكان الحموم والشاور بتاع مارسيلينو عشان الدنيا تبقى نظيفه. بما اني يعني هنضف الاوضه فلازم الدنيا كلها تبقى نظيفه معايا. حطيت له الالعاب كده بس تنشف علشان فيها ميه، فمش عايزاها ايه يعني مش لاقيه لها مكان، فحطيتها كده تتصفى بقى وتنشف مع نفسها، والدنيا بقى ما تروق بقى وينشفوا اطلعهم له بره يلعب بيهم. كمان مسكت السلكه كده ومسكت القعده وبدات ان انا اغسل القعده. بصوا هقول لكم برضو على تكايه حلوه جدا، شايفين السلكه اللي انا بغسل بيها دي؟ سلكه شلستين بجد بقالها كتير معايا، يعني بغسل بيها الحمام هنا والحمام اللي جوه وكل حاجه، احلى من السلك اللي هو الالومنيوم. انا بحب الالومنيوم، بحب اغسل بيه برضو بينضف جدا، بس موفره يعني في ايه ان انا بغسل بيها واشطفها واخليها برضو اغسل بيها تاني، فاهماني؟ فبتفضل موجوده. كمان جبت هاربك بعد ما غسلت القعده من بره، رشيت هاربك كده من جوه وسبت ايه، سبته بصراحه شويه، وقلت عقبال ما اغسل الحوض والكلام ده وبعد كده افتح السيفون خلاص. وبكده خلصت القعده والبانيو ونضفت الدنيا، وسايبه الاوضه بقى تنشف براحتها، مشغله لها المروحه تنشف براحتها. وقلت لما اخلص هفرش معاكم بقى، لاني عايزه كده تكنيك معين نتك عليها شويه علشان ايه، اصبروا بقى عشان تطلع مننا حاجه حلوه خلاص. احنا برضو مسكت كده المراية وبدأت ان انا اشيل الحاجة كلها اللي عليها، علشان المراية كانت عايزة محتاجة تتغسل، لاني طبعا لما حد بيبقى بياخد دش في الحمام بتعمل بخار، في شفاط وكل حاجة وبيشفط كل ال اي بقى البخار بتاع المية السخنة، بس برضو كان محتاج يتغسل الرف كده ويتنضف وتشيل الحاجة اللي عليه. طبعا شلت كل اللي عليه وبدأت ان انا بعد ما غسلته كده كويس الازاز وغسلت الرف، هبدأ ان انا اشطفه كده كده بايدي، وبعد كده هبدأ ان انا ارصه.
ماشي، رصي بصي الرصه اللي تعجبك، المهم الدنيا تبقى نظيفه بجد. والله العظيم بعد ما خلصت الاوضه حسيت براحه نفسيه. ايه ده يا جدعان، ده انا كنت حاسه ان انا قاعده في مش عارف فين. بصوا في ناس كتبت لي في فيديو من الفيديوهات آه معلش ايه غيري باين الملايات او حاجه زي كده، مش فاكره ايه بالظبط، او الملايه مش لايقه على السرير يعني. كنت لسه جايبه الاوضه يا حبيبتي، انا حطيت الملايه، انا حطيت الملايه حطيتها عشان ننام عليها بس مش اكتر، مش عشان لايقه لا، ما كانش قصدي افرش، كان قصدي ان انا احط ملايه بس كده ننام عليها ومش مشكله بقى بعد كده. وفي نفس الوقت انا حطيت عليها الهدوم علشان اعرف اطبقها، يعني مش عايزه اوسخ المرتبه، لان الكفر بتاع المرتبه بتاعي ما يعني كان عندي كفر وباظ وتخليت عنه يعني من بدري، فانا مش عايزه اوسخ المرتبه، فحطيت اي ملايه اي كلام، فهماني؟ فنمت عليها طبعا عشان اليوم ده كنا مفرهدين طبعا، تعبنا جدا لما العزال جه، فنمت عليها. صحيت الصبح بدات ان انا اطبق في الهدوم، علشان اطبق الهدوم طبعا خليت نفس الملايه، فهماني؟ فاشتغلت عليها علشان مثلا لو فيها حاجه اي حاجه وسخت بتاع الكلام ده، وبعد كده خلاص بقى لميتها ورحت نفضتها وعلى الغسالة وكده. فده اللي خلاني حطيت الملاية يعني. وبعدين الملاية شكلها حلو جدا اصلا، بس طبعا عشان ما كانتش منظمة وعليها هدوم كتير قوي، فالالوان كلها ضاربة ببعض، فهي دي الفكرة بس اللي حبيت اوصلها لك حبيبة قلبي. كمان هنا بعد ما غسلت الارض ومسحتها بالمساحة ونضفت الدنيا، غسلت الحوض ونضفته، ومسكت كمان المساحة اللي انا مسحت بيها الارض، مسكتها وغسلت اللي هي ايه فكيتها كده سكوتش هي بتلزق، فكيتها وغسلتها كويس وعصرتها وسبتها ايه تحت كده تنشف خلاص. وشطفت كمان البتاعة بتاعتها وحطيتها ورا الباب. خلاص كده خلصنا والدنيا راقت وبقت زي الفل. هجيب المساحة بقى وهبدأ امسح الارض بتاعة الحمام، علشان لما اقفل الاوضة زي ما قلت لكم تبقى الاوضة نظيفة. عقبال ما خلصت بأمان الحمام ونضفته كانت بره نشف، يعني كانت الأوضة بره نشفت بقى تمام مية مية، فهماني؟ بس فيعني استغل الوقت ده، مش هفضل قاعدة اني مستنية بقى لما الأرض تنشف وحطيت على خدي ولا لا. ممكن تشربي حاجة تدفي نفسك لو انتي سقعانة، مش سقعانة زيي اشتغلي شوفي اي حاجة في المطبخ، اي حاجة ولادك محتاجينها، اي حاجة في اي مكان تاني. بس انا حبيت استغل الوقت واشتغل في الحمام. كمان جبت جلانس كده، طبعا انا ملمعه الاوضه والكلام ده، بس مارسين النهار اليوم كله يبص في المرايه على لبسه، حلو يا ماما كل شويه حلو يا ماما كده يعني. واد هيطلع بص شكله هيطلع عارض ازياء مش عارفه اه والله. فمسكت كده مطرح قديمه مبصمه بقى ولمعتها كده بجلانس، قلت المع برضو الازاز بتاع الكومود والكومود الناحيه التانية، علشان كده نفرش كده ونرتاح بقى ونريح بالنا ونظبط الدنيا بجد. يعني عايزاك تقولوا ايه رايكم في الفيديو ده، هو ممكن يكون طويل شويه بس بجد فيه تفاصيل كتير حلوه هتعجبكم، وممكن اكون انا رغايه بس اتعودت ان انا ارغي معاكم لاني بحبكم جدا. ومسكت الباب برضو بالجلانس وبدأت ان انا المع الباب كده من جوه. بصوا انا قافله الباب ده ليه، انا بسرعه على طول على فكره بابا علشان في فار جوه من الاخر يعني، فانا خايفه الفار يجي عندي يجي جوه الاوضه، فبصراحه مأنسني يعني مش عارفه اخرج انشر وارجع تاني وانا قافله كده، بقفل عليا رايحه جايه فاهمني؟ بس فمش عارفه خرج ولا لا، بقاله كام يوم فانا مش عارفه خرج. بصوا بقى تعالوا بصوا بصراحه الملايه دي لونها احمر، انا كنت عاملاها عشان رأس السنه، فطبعا الاوضه ما جاتش في رأس السنه ومعرفتش اظبط اموري والدنيا اختلفت، فافرشها معاكم دلوقتي واعتبرها رأس السنه بصوا بقى الملاية دي انا مفصلاها تفصيل، لو عجبتكم انا هعمل منها تاني خلاص، بس انا بصراحة انا عجبتني، انا شخصيا عجبتني. فتعالوا نشوف مع بعض انا عملتها ازاي. انا مش انا اللي فصلت، انا رحت كده لحد كده كويس وقلت لها اعملي لي كده كده فعملت لي، فالحمد لله طلعت زي ما كنت عايزة بالظبط. فتعالوا نشوف مع بعض. بصوا عملت ايه، ملاية لونها احمر واخترت كده قماشة تانية نوع تاني
فيها ورد وفيها حاجات كده وفيها اللون الاحمر، فانا حبيت اوفق دي مع دي، اعمل منها لحاف، كفر لحاف، واعمل منها ملاية باستك علشان تبقى شكلها كده حلو على السرير، وفي نفس الوقت نعمل حاجة مختلفة يعني غير الطبيعي اللي عندي. خلاص، هو ممكن ناس كتير عاملاها، بس بالنسبة لي انا اول مرة اعملها. فتعالوا شوفوا معايا ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصوا، انا مسكت اول حاجة الخداديات الصغيرة، لبستهم. انا مش بمشي بنظام معين، لا، اللي هو يجي في ايديا حسب تطبيقة الملاية كانت. فعملت الاول الخداديتين ورجعت حطيت المخدة الكبيرة. هنا بقى كنت عايزة اقلب البف، لقيته لا هيضايق الدنيا. مش البف، البانكيت، اقلبه على جنبه عشان ما يبقاش مفتوح كده، لقيته لا شكله مش هيبقى حلو يعني، فسبته بقى. بصوا الملاية بقى عملتها باستك علشان تبقى ماسكة جامد في المرتبة، وفي نفس الوقت تبقى مغطية يعني المرتبة من ناحيتين. وبعدين انا عندي اصلا الأوضة، السرير، المرتبة داخلة جوه السرير، فاهمني؟ بتبقى غطسة كده جوه السرير. هنا بصوا في الجنب كده بيبقى عامل لي خياطة بسيطة، شايفينها اللي انا ماسكاها دي، اللي هي بتوريني زوايا بتاعة المرتبة، يعني دي الزاوية بتاعتها ودي كده يعني. بصراحة سهلة جدا في التركيب. انا لسه ما عرفتش ما اتعاملتش معاها، بس ماسكة جامد. هو ده اللي انا شفته يعني بايديا وانا بعملها. كمان يعني لما تيجي تنقي حاجة، نقي الخامة بتاعتها حلوة. فبصراحة انا جبت اللي هو مش عارفة، هو قال العامرية حاجة كده، فالقماش بتاعها، وكمان ده اللي هو ملون 3D. خلاص، فهنشوف بقى وهنجرب وان شاء الله نعمل منه تاني. فقولوا لي ايه رأيكم. بس انا كنت عاملاها لرأس السنة، بس طبعا علشان الأوضة لسه جايين قريب فرشت معاكم دلوقتي. خلاص، بدأت كده ان انا اظبط الملاية على حسب ايه، مع اني شايفه فين اللي بايظ وفين اللي مش داخل كويس، لان المرتبه طبعا قربت مني شويه، لاني مش قادره اشيلها، هي تقيله اصلا. بس بصوا الاستك يعني الملايه طلعت مقاسها حلوه قوي يعني، الحمد لله لحد ما طلعت حلوه جدا. ولونها كمان حلو. في ناس هتقول لي لونها مش قد كده علشان على الاوضه، ماشي، انا عملتها علشان كان في دماغي ان انا هفرش واجيب سجاد واجيب ستاير واجيب كل حاجه في رأس السنة، فكنت عاملة في دماغي ان انا احطها على رأس السنة عقبال ما اعمل واحدة تاني بقى كان للعيد. فكان ولما لقيت بقى رأس السنة بعد ما عملتها ما جاتش، رحت مرضيش اعمل تاني. بس ان شاء الله هعمل تاني، وهعمل لكم برضو روتين لما اجيب بقى روتينات تانية فيها، اكيد هعمل لكم برضو، هجيب تاني ملايات ان شاء الله جديدة. خلاص، هنا بقى بصوا نفس الرسمة اللي على الخدادية دي كمان كانت على دي. هنا بقى حاولت اظبط كده اعمل ديكوريشن والكلام ده، فقولوا لي ايه رأيكم. كمان بصوا الكفر بتاع اللحاف، في ناس كتير قوي بتفصل، فانا اللي يقول الاسعار بتبقى مختلفة من مكان لمكان، من يعني من قماش لقماش بتفرق، فاهماني؟ فقول لي ايه رايك. بصوا كده شكل الاوضه بقى تحفه. حسيت بدات تظهر كده. كمان جبت السجادتين دول، هما مشيتين صغيرين، بس حطيت واحده هنا وواحده هنا، وكمان واحده قدام البانكيت اللي فاتح بقه ده، مضايقني قوي على فكره، مرخم الاوضه يعني، مش عارف ليه. فبصوا هقرب لكم الكاميرا كده، بصوا جبت كمان اللحاف، شلت البطانية خالص، قلت خلاص بقى كده عايزة تتغسل والكلام ده، فكان اللحاف ده انا حطاه في الدولاب. فجبت اللحاف ده كده، طبعا لونه مش هيليق مع الملاية، وفي نفس الوقت انا جايبة كفر اللي هو ايه يعني، لو مثلا عندك بطانية تحطي فيها، عندك تجددي يعني، عندك لحاف زي كده لونه مش هيليق، تبقى حلو. فحلوة الفكرة جدا وعجبتني قوي، وفي نفس الوقت في ناس كتيرة قوي عملتها. فقلت بقى بصوا عملت الكفر اللحاف ناحية لون سادة احمر زي الملاية، والناحية التانية اللي هو مشجرة والكلام ده فيها الوردة الحمراء دي. خلاص، قلت علشان يعني لو حطيته على الجنب ده او الجنب ده يبقى لايق، وفي نفس الوقت انا عايزاه يبقى ماتشنج كده ماشي مع الملاية. فقولوا لي ايه رايكم ايه. وفي نفس الوقت لو انت في الصيف مثلا ممكن تحطيه في الكافرته برضو، او الكابرته بتاعتك ممكن تحطيه فيها
برضو تلبسيه فيها هيبقى شكله حلو، وكمان يحميلك اللحاف او بطانيه او الكلام ده، ان انتي بحيث ان انت تشيليه زي الملايه بالظبط، وتغسليه وتنضفيه وتشيليه والكلام ده، وتغيريه بقى من واحد وهكذا. فعجبتني بقى يعني الستايل نفسه كمان حلو. فمسكت كده اللحاف بتاعي، مسكت بس بوز اللحاف من الناحيه التانية، ودخلته لاخر الكفر بتاع اللحاف، وكمان مسكت البوز التاني ودخلته برضو الاول اللحاف، ومسكت الناحيه التانية كده، وبحيث ما تخليش اللحاف يلف معاكي جوه. لا تبقى انتي عارفه بتحطيه ازاي، يعني كأنك هتفرشيه وعارفه الطول من العرض قبل ما تدخليه جوه الكفر بتاعه. خلاص هقفل الصوص ده وامسكه كده، وابدا ان انا انفضه كده على بحيث ان ياخد وضعه جوه الكفر. بصوا حاولت كتير ان انا هو اتفرط معايا بس طبعا مش كله. بصوا لونه اصلا تحفه بجد، عجبني قوي. وحيد ابوكم مش عايزه حد يعيب لاني مبسوطه بيها جدا. لا عايزين تعيبوا براحتكم طبعا، لازم اسمع ارائكم الحلوه والوحشه، بس يعني حاولت ان انا انقي فيه ابيض عشان نفس الاوضه، وفي نفس الوقت احمر عشان يعني ملايه احمر كده والكلام ده كده. بس هنا بصوا فتحت الصوص ده تاني، لقيت فيه لسه مكلكع مش مفروض كويس. بدات ان انا ابدا ان انا افرده كويس واظبطه كده بحيث اني اعرف يعني افرشه بكل سهوله. خلاص فرقت معايا، بس في حاجات بسيطه لسه ما فرقتش معايا. بدات ان انا اعملها وما عملتها يعني بكل سهوله اتعامل معايا بصراحه. عايز اظبطه كده على السرير وابدا ان انا افرشه كده بصوا غير شكل اللحاف تماما، يعني بقى لون تاني خالص، وطبعا شكل تاني وستايل تاني. فحلو في كده بصراحة، عجبني قوي. وان شاء الله الفترة الجاية هعمل كده كام طقم، بس شوية يعني لقدام مش دلوقتي، لان بصراحة اعلنت افلاسي. لا مش اعلنت ولا حاجة، يعني ربنا هيفرجها ان شاء الله. وبس مستنية بس ايه اجيب بس السجاد، اخرج اشوف في الشارع. والله تعبت. عايزه اجيب سجاد وعايزه اجيب ستاره زي ما انتم شايفين، بس عايزه حد يعمل لي بقى الماسوره بتاعه الستاره. كمان برضو هنا بصوا هتنيه كده لو انا عايزه اسيبه كده برضو شكله حلو تمام، حلوه جدا. خلاص بس انا عايزه اعمل فيه تك كده لقدام تاني. بصوا هتنيه تاني، يعني لو سبتيه كده برضو شكله حلو قوي. شايفين شكله اصلا عامل ازاي؟ فكرت بقى لا انا ممكن اتنيه تاني لقدام وهيبقى برضو شكله حلو. مرة نعمله كده ومرة نعمله كده لحد اللي انت يعجبك اعمليه، يعني فهماني. بس انا حبيت ان انا افرش معاكم النهارده واعمل معاكم روتين حلو. وبعتذر منكم، في ناس قعدت تكتب لي انت ليه ما نزلتيش امبارح، علشان انا كنت مستنيه الاوضه يعني بقيه الحاجه تيجي وما جاتش. قلت اصور معاكم خلاص بقى ما جاتش. خلاص بص تنيت كده اللحاف زي ما انتوا شفتوه، بدأت ان انا اظبطه وابدأ ان انا اشد كده الملاية علشان ما تبقاش متكرمشة وشكلها مش باين يعني او فيها كرمشة. قولوا لي ايه رأيكم في رسمة الورد دي؟ حسيت ان هي رقيقة شوية وحلوة يعني، عشان كده انا اخترتها. طبعا انا عايزه اجيب فيه حاجات فيها رصاصيات والكلام ده عشان تليق على الاوضه اكتر. فمش عارفه، بص فرحانه بالاوضه جدا. وبكده انا خلصت بص فرش السرير والدنيا راقت كده وخلاص بقى خلصت. جبت كمان مفرشين كده فرو، حطيتهم بقى كده واحد على الكومود ده، واحد هحطه على الكومود التاني. بدأت اظبطهم كده لان رسمتهم شوية فيها ايه واخدة كده حاجات كده شكل كده وكيرف وبتاع. فبدأت ان انا افرشهم، وكمان اشيل الكيس اللي كان فيه الملاية والكفر. بصوا بدأت ان انا اظبطهم الاتنين بحيث يبقى شكل بعض كده. عايزه رايكم في فيديو النهارده، مشجع ولا لا، حماسي ولا لا، حلو عجبكم ولا لا، الدنيا ظهرت في الاوضه ولا لا. فانا عايزه منكم كل التفاصيل دي تقولوا لي عليها. خلاص فانا مستنيه منكم. بصوا بقى كده تعالى افرجكم بقى من قريب. ده شكل الكومود، وكمان رشيت كده عندي برفن ريحته قويه جدا، فرشيت كده على السرير وعلى الكومود وعلى الكابوتينيه علشان وعطرت بقى الاوضه. وخلاص بقى خلصت. ونسيت اصور لكم، حطيت السجاد في الحمام، طبعا الحمام نشف. بصوا بقى بوريكم ظهر اللحاف نفس لون اللون الساده اللي هو الاحمر ده، فجنب ساده وجنب ملون. تعالوا بقى ايه رايكم؟ بص حطيت كده كام مشايه يعني لايقين على الاوضه، بس هم صغيرين شويه، بس ان شاء الله هجيب لهم حاجه حلوه. وكمان الشماعه والتسريحه طبعا ظبطت.
وزي ما انتم شايفين طبعا التسريحه متظبطه ومتروقه على الاخر، بس ما فيش اختلاف غير جوزي حط النضارات في الدباديب بس كده. فحبيت اوريكم، وكمان سبت الكرسي كده على التسريحه لاني بحتاجه اكتر. وبكده يا رب الفيديو يكون الفيديو عجبكم، روتين النهارده يكون حلو كده، وعملت اللي قدرت عليه لان الاوضه لسه ناقصاها شويه حاجات، وطبعا عارفين امتحاناته كده فما نزلتش اشتري حاجه. فاعملوا لايك الفيديو ده واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني. انا ماري من قناه ماري منصور فاميلي. ادخلوا اشتركوا في القناه واعملوا لايك واكتبوا لي كومنت حلو وانا هرد عليكم، وقولي لي ايه رايك في اللي انا عملته النهارده في الروتين بتاع النهارده، وايه الحلو وايه الوحش، وعايزه رايك. وطبعا انتوا زي ما انتوا عارفين انا لسه ما جبت السجاد، وبرده شايفين الشباك ده انا لسه ما جبتلوش ستاره، وكمان عايز اللي هي الحلقان دي بتاعت، اسمها ايه الحلقان برضو اللي بتعلق فيها الماسوره بتاعت الستاره. فمش عارفه لسه بقى، في حاجات كتير ناقصه، وكمان في الاوضه لسه في حاجات ما جاتش. انا كنت مستنيه على اساس امبارح انزل لكم فيديو ببقيه الحاجه والكلام ده، عشان اقل يوم الحد اجيب لك الحاجه، وللاسف الحاجه لسه ما خلصتش. فهستنى بقى، عملت الروتين ده ومستنيه معاكم ان شاء الله لما الحاجه كلها تكمل. فانا اعمل معاكم فيديو كمان واوريكم ايه اللي جه وايه اللي ما جاش، وان شاء الله نشتري شويه حاجات كده ندلع بيها الاوضه، وكمان اوضه الولاد لسه ما عملتهاش. فهنشوف بقى في الفيديوهات اللي جايه. بصوا فيديوهات جامده جدا وانا متحمسه قوي. اعملي لي لايك واشتركي في القناه واشوفكم في فيديو جديد. يلا باي 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 يا حلوين، يلا باي.